السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. ألف مبروك لجماهير الأهلي، ألف مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي. الأهلي يطيح بقطار بيراميدز الفاضي. هتقول لي ازاي فاضي؟ هقول لك قطار فاضي، وهقول لك ازاي فاضي أثناء الفيديو. ألف مبروك للنادي الأهلي وألف مبروك لجماهير الأهلي. الأهلي بخبرة السنين يفوز على بيراميدز ماتش ب6 نقاط. الحمد لله كنا واثقين ومتأكدين ان الاهلي هيفوز رغم التأخر. تمام، الاهلي اتقدم وبعدين بيراميدز اتعادل وبعدين اتقدم وبعدين الاهلي اتعادل وتقدم بالقضية ممكن لقفشة بالتخصص. الاهلي بخبرة السنين بيفوز على بيراميدز 3-2. الاهلي بكل تاريخه القاري والعالمي والمحلي بيفوز على فريق ليس له اي تاريخ قاري ولا محلي ولا حتى في لعب البيلي المسافات الطويلة. بيراميدز فريق ممتاز، فريق حديث الولادة، لسه طالع جديد، بس بأمانة فريق قوي، فريق هيبقى ليه مستقبل على حساب نادي الزمالك المصري. هتقول لي ازاي؟ هقول لك ارجع معايا كده هتلاقي بيراميدز خد مكان الزمالك في كل حاجة، واحنا النهاردة كنا واثقين ان احنا هنكسب عشان كل الزملكاوية باعلامهم بجماهيرهم بيشجعوا بيراميدز، ودي كانت حاجة مطمنانة جدا. الف مبروك للنادي الاهلي وهارد لك لجماهير بيراميدز اللي هي جماهير الزمالك سابقا، وهارد لك للاعلام بتاع بيراميدز اللي هو اعلام الزمالك سابقا. تمام، بيراميدز خد مكان الزمالك في كل حاجة، حتى في التصنيف. خلاص بيراميدز بقى القطب الثاني المصري. هتقول لي انت لسه بتقول لي ده وليد اللحظة وما عندوش. ايوه، بس هو خلاص ركب على البوابين اللي هم رايحين يشجعوه، وبيقول لك ولاد العم الجداد ما يعرفوش ان هم فقر، اي فريق يشجعوه يجيبوه ارض. نحمد الله ان جماهير الزمالك ما بتحبش تشجع الاهلي، دي كرم من ربنا علينا. تمام، جماهير الزمالك اللي كانت بتدور تشتري التذاكر، وكلكم شفتوا الفيديوهات المسربة للجماهير وهي بتشتري التذاكر، مع ان هم جابوهم بشندوتش كفتة وربع فرخة والكلام اللي انتوا عارفينه ده، شغل مرتضى منصور زمان. فاحنا كلنا ثقة في الاهلي ولاعيبه الاهلي ان هو هيفوز على بيراميدز، وهيفوز على بيراميدز الماتش الجاي، هياخده رايح جاي. والاهلي ان شاء الله الدوري في الجزيرة، وده طبيعي على فكرة، ده طبيعي جدا. هنسيبنا بقى من الفنيات وكولر والكلام ده وقفشه، هنرجع له بعدين. بس انا ببص على التحديات، ببص على الدبدبة. الاهلي ماشي يدبدب ورا بيراميدز، لان بيراميدز طبعا طلع حصالة من دوري ابطال افريقيا، اما الاهلي كمل وخد البطولة فتأجل له ماتشات عديدة زي ما انتوا عارفين. فبيراميدز فرق في النقط، كان بيلاعب فرق كلها فاضية. اللي الهجاص الكونغولي ابن نفيسة العايقة بيقول لك الاهلي بينقلوا المطوشة السهلة. تمام، امال بيراميدز كانوا بينقلوا ايه؟ اول احتكاك لبيراميدز مع فريق قوي خسر. تمام، والماتش الجاي قدام الاهلي ان شاء الله هيخسر. اما قدام الزمالك احنا عارفين ولاد العم هيفتحوا رجليهم، ده طبيعي عادي يعني مفيش مشاكل، ده مش شاغلنا. الاهلي ياخد حقه بايده، ياخد حقه برجلين لعبته، الكوره في رجلك، العب واكسب. الاهلي يكسب بيراميدز الفريق الفاضي من البطولات ومن الجماهير ومن الاعلام. اما الاعلام الزملكاوي بقى بيراميدزاوي، والجماهير الزملكاويه بقت بيراميدزيه. تمام، فالموضوع ده يعني قول فيه كل اللي يعجبك. الناس دي عندها غل يكفيها سنين ان هي ممكن تشجع الصهاينة قدام الاهلي،
ما عندناش مشاكل، احنا بنحب الكلام ده. وزي ما قلت لكم دي لعبة الاهلي، التحديات واللعب تحت الضغط، دي شغلة الاهلي. مش مصدقني؟ اسأل ال 12 بطولة افريقيا. مش مصدقني؟ ايه شوف كام سوبر افريقي. مش مصدقني؟ شوف ال 43 دوري. مش مصدقني؟ شوف كام و30 كاس مصر. كل ده الاهلي بيلعبه تحت ضغط، ها، ودي لعبته وهو متعود على كده، ولاعبته عندها الخبرة على كده. اما زي ما قلت لكم ده فريق وليد اللحظة، جايب مدرب ممتاز، هو ما شاء الله عمال يتنطط على الخط طول الماتش. المفروض الجماهير بتاعت الاهلي كانت رمت له موز وسداني، ها، عشان يهدى شويه. تمام. احنا الراجل بتاعنا بقى، الراجل الجميل اللي جاب لنا ضغط طول الماتش، ما بيعملش حاجه غير ان هو بيكتب طول الماتش. عمال ادور بيكتب ايه؟ اتاريه كان بيسجل الهدف اللي هيجيبه قفشه في الدقيقه 86. اخيرا عرفنا كولر بيكتب ايه ومركز في ايه ومنزل قفشه يعمل ايه. الف مبروك يا جماعه الجماهير الاهلي، ها. ونروح بقى الكولر اللي هو بيغير في الدقيقه 82. كولر لعب بنفس التشكيل اللي لعب بيه امام طلائع الجيش، بما معناه ان بيراميدز فريق عادي جدا زيه زي الزمالك، زي طلائع الجيش، زي انبي، زي كل الفرق الفاضيه دي. مع احترامنا لكل الفرق فاضيه قدرات امام الاهلي. الاهلي اقوى فريق في افريقيا، اقوى فريق في الدوري المحلي، وبالارقام شوف الاهلي عنده كام هدف واي فريق عنده كام هدف. فبالارقام هتقول لي انت بتوقع، لا، فريق بيراميدز فريق قوي. بقول لك بيراميدز كسب. هتقول لي كسب ايه؟ مع انه مش هياخد حاجه السنه دي برضه ان شاء الله، الدوري في الجزيره. كسب ايه؟ كسب مكانه الجديد، بقى القطب الثاني في مصر. بقى ماتش الاهلي هو ماتش القمه، الاهلي وبيراميدز. بقى بيراميدز هو وصيف الاهلي في دوري ابطال افريقيا. هتقولي ما بيطلع حصاله، ما اللي قبله الزمالك كان بيطلع حصاله، هي الموضوع يعني. فالزمالك تنازل عن كل حاجه لبيراميدز، تمام، كل حاجه لبيراميدز. على رأي واحد صديق لنا على اليوتيوب بيقول لك بيراميدز اشترى كل حاجة الا الزمالك وجماهيره خدهم ببلاش فوق البيعة كده، داخلين يشجعوه كده ايه، مكايدة في الاهلي. فكل الكلام ده الاهلي بيحبه جدا وبيعشقه جدا. والناس اللي كانت مراهنة زي الغندور وميدو خرابات السكران وكل الناس التعبانة دي اللي طالعة تقول لك احنا بنشجع بيراميدز وبيراميدز هيكسب، انا مش هقول لكم كلمة قبيحة، انا هقول لكم نتقابل اخر الموسم وانتوا خلاص عرفتوا ان الدوري راح. الاهلي لو اتعادل الماتش ده كان الدوري في جيبه برضه، بس الاهلي لازم يكسب، وان شاء الله هيكسب الماتش الجاي. تمام. نروح بقى ايه للاستاذ قفشه. كلكم شايفين قفشه طول الماتش قاعد بيضحك وبيتنطط على الدكه زي اللي بينه وبين كولر خطة. كولر كان مضايقني جدا تأخير التغييرات، كولر مغير في الدقيقة 82. تمام. بس هو كولر كان ليه وجهة نظر، قال لك سيب اللعيبة تجهد بتاعت بيراميدز وكل ده، وانا انزل ب3 تغييرات في اخر 10 دقايق اضغط واجيب الهدف، ونجحت معاه. بس دي لعبة خطر جدا يا عم كولر، لعبة خطر جدا جدا. انا في رأيي ان كولر احنا كسبنا، بس كان لازم يبقى في دور لهاني، في دور لعمر كمال. تمام. اللعيبة اللي قعدت 82 دقيقة بتجري دي تعبت. شفت الراجل عمال يغير دم كل شوية في الملعب ينزل لعيب عشان يبقى في نفس. الدنيا حر كده واللعيبة تعبت. انا صعبت عليا لعيبه الاهلي 82 دقيقه بيجروا، كولر مش عايز يغير. مروان عطيه رغم انه عمل ماتش كويس بس كان يخرج في الشوط الثاني على طول، في الدقيقه 50 كان يخرج وينزل ديانج برضه هو
بس كان من بدري شويه. امام برضو كان يخرج وينزل قفشه من بدري شويه. بس هو ده كولر وهي دي خطته، والحمد لله الاهلي كسب بخبرة السنين وبتاريخه كسب، ولا عزاء للبوابين. انا عايز الزملكاويه يفضلوا يشجعوا بيراميدز لاخر ماتش في الدوري، تمام؟ ويوم الماتش بتوع بيراميدز ما يجوش برضه، عشان يقولوا ايه، احنا برضه اتسحبنا يوم ماتش الاهلي وادينا بنتسحب يوم ماتش بيراميدز، وهم كده كده في المنطقه الدافيه، يعني هم مركزهم محافظين على التاسع العاشر، هم بيحبوا المنطقه دي، تمام؟ ادي الاهلي في المحكات القويه بيظهر على حقيقته. وكل الفرق وكل المطبلاتيه اللي عمالين بيقول لك ايه، قطر بيراميدز السريع ماشي مش عارف بيعمل ايه، قطر بيراميدز، ادي قطر بيراميدز وقف وعطل، وقف وعطل. كده الفرق بين الاهلي وبيراميدز 4 نقاط، لما ده يخلص مطوشته وده يخلص مطوشته، ولسه بيننا وبينهم ماتش. ها يعني الاهلي لو كسب بيراميدز الماتش الجاي، ها بيراميدز بقى ما يكملش المطوشه بقى ويقول لك خلاص كده احنا كده كده وصلنا ايه، دوري الابطال، تمام؟ مساء الخير يا كابتن جمال عبد الحميد اللي بتقول بيراميدز لو ما خدش الدوري انا مش هطلع على الاعلام تاني. ما انت قبل كده قلت الزمالك لو ما خدش الدوري قولوا عليا ما بفهمش كوره وقولوا عليا بديل، وطلعت الاتنين، تمام؟ فيا ريت كل زملكاوي يطلع كده يكتب تويته ويقول ايه رايه في اللي حصل له هو وبيراميدز ابن عمه، اللي هو اتنازل له عن كل حاجه، تمام؟ خلاص يا جماعه مفيش حاجه اسمها زمالك تاني ينافس على البطولات. خلاص الزمالك هو تحس حتى ان السنه دي ارتضى بالكونفدراليه، مش عايز يتقدم ولا يروح دوري الابطال، ده جامد بتاع الكبار، هو عايز يفضل في الكونفدراليه عشان ربنا يكرمه ياخدها المره دي كمان وياخد له 2 مليون دولار، ويتخصم نصهم برضو كالعاده في الفضايح اللي بيعملوها. وده السيناريو، حاجات على قدهم كده، تمام؟ اما يروح للكبار ويروح للانتر كونتيننتال ويروح لكاس العالم للانديه، مع ان عندهم اسطوره اسمه شيكابالا بيقول لك مش هعتزل الا لما اروح كاس العالم للانديه. مش عارف هيعملوا كاس عالم للانديه جديد لشيكابالا ولا ايه؟ الف مبروك للاهلي يا جماعه، والف مبروك لجماهير الاهلي، والف مبروك لكل من ينتمي للفالنه الحمراء، وهارد لك لكل البيراميدزاويه الزملكاويه سابقا، تمام؟ ومعلش سهرناكوا وتصبحوا على خير، عشان انا حاسس بيكوا. كل الزملكاويه اللي قاعدين سهرانين عشان يشمتوا في الاهلي بقول لهم معلش سهرناكوا وتصبحوا على خير. شكرا لكم يا جماعه، وبعد اذنكم لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلوا كل جديد وحصري. انزل في الوصف هتلاقي لينك الفيسبوك، خش واعمل متابعه. شكرا لكم والسلام عليكم.